قد ابتعث الله هاتفا ولكي تخرج الناس من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام. نعم أيها الإخوة، هذه الأمة أمتكم مصطفى. إن الله اصطفى هذه الأمة، اصطفاها في العروبة، واصطفى منها الأنبياء، واستنزل القرآن بلغتها، واختار منها محمدا. أيها الإخوة، هذه الأمة هي أمة إبراهيم، وأمة موسى، وأمة يحيى، وأمة زكريا، وأمة عيسى، وأمة محمد عليه الصلاة والسلام، خاتم الأنبياء. أيها الإخوة، يقول الله اليوم لقد أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيها الإخوة، هذه هي أمتكم. أيها الإخوة، أمتكم لها رسالة لتقاوم الطغيان وتقاوم الظلمات. هذه أمتكم. أيها الإخوة، يريدوننا أن ننحرف عن هويتنا وننحرف عن عقيدتنا. أيها الإخوة، إنهم يريدوننا علمانيون. أيها الإخوة، العلمانية في أوروبا لأنهم لا دين لهم. لم تنزل عندهم اليهودية ولا المسيحية، ولم ينزل عندهم الدين الخاتم الإسلام. لم يكن منهم نبي. أيها الإخوة، هم لا يعرفون الأديان، وبالتالي علاقتهم بالله إن لم يعرفونها فهي علاقة هامشية تماما. وبالتالي فالعلمانية على مقاتهم. أيها الإخوة، إنما العلمانية لا تصلح لهذه الأمة، لا تصلح لهذه الأمة. هذه الأمة التي اصطفاها الله سبحانه وتعالى لكي تخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أيها الإخوة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا بديل لشرع الله، لا بديل لشرع الله، لا بديل لشرع الله، لا بديل لشرع الله. أيها الإخوة، الدستور ينص على أن الإسلام هو دين الدولة، والشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، وبالتالي تقمص عقيدة الأمة وهويتها. أيها الإخوة، معادل للدستور ومضاد للدستور. وهذه المهمة أيها الإخوة، الانحراف عن عقيدتنا وعن هويتنا هي مهمة مشتركة حقيقة بين الحكومة والمعارضة الموجودة، المعارضة الحزبية والصحافة الموجودة. بل بالعكس أيها الإخوة، أقول الحق، إن الحكومة قد تكون أخذت وطأة في هذه القضية من هؤلاء الناس. الحكومة أصرت على أن ينص الدستور على أن الإسلام هو دين الدولة، وعلى أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع. لكن هناك من المعارضة، وهناك من الكتاب، وهناك من المفكرين الذين يجهدون أنفسهم أيها الإخوة على أن يشطب من الدستور أن الإسلام هو دين الدولة، وأن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، وتشطب من البطاقة الشخصية أو بطاقة الهوية الخانة الخاصة بالديانة. أيها الإخوة، هؤلاء هم خطر. أيها الإخوة، العالم الآن ينقسم بين العلمانيون، بين الدنيويون، وبين الذين يعبدون الله. الحروب التي تشاهدونها في العراق وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي الصومال وفي السودان وفي كل مكان أيها الإخوة، خلاصتها هو هذا الصراع. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. تحيا الحكومة المصرية، تحيا الحكومة المصرية، تحيا الحكومة المصرية، تحيا الحكومة المصرية، هي الشغل على تحيا الحكومة المصرية، وقود المنافقة، تحيا الحكومة المصرية. أيها الإخوة، ليس في ذهني على الإطلاق أن يقول أخي هذا الشعار، لكنني أردت أن أكون موضوعيا وأن أعدل الأمور أيها الإخوة، لأنه في النهاية النتيجة ستصل إلى أين؟ القضية الآن هي قضية الصراع بين عباد الله
بين الذين يعبدون الله وبين الذين يعبدون غير الله يا الإخوة. تستوي الحكومة وتستوي الزوجات. أيها الإخوة القضية التي أريد أن أتحدث فيها خاصة بمصر أيها الإخوة. مصر أيها الإخوة واسمها كثير جدا. مصر أيها الإخوة هي لب الصراع لأنها هي ميزان المنطقة أيها الإخوة. واسم مصر بالعرب واسم مصر بالمسلمين أيها الإخوة.